ونتابع بيان شركة عشتار بشأن توقف النقل التلفزيوني وتقنية فار. البيان يقول: مع نهاية مباريات الجولة الحالية يؤسفنا إعلامكم بتوقف العمل بتقنية فار في العراق اعتبارا من الجولة 21. يؤسفنا أن نصل إلى هذه اللحظة الصعبة، فبالرغم من تحديثنا الكامل لمعدات النقل واستحداث تقنية فار تلبية لتطلعات الاتحاد العراقي لكرة القدم ورابطة الليغا والجماهير العراقية، وبمبالغ طائلة وبقروض تثقل كاهلنا، إلا أننا لم نستلم مستحقاتنا منذ انطلاق الموسم وحتى الآن، رغم تنفيذ أكثر من 50% من المباريات، مما جعل الاستمرار في تشغيل الفار أمرا مستحيلا، خاصة مع انتهاء الرخصة السنوية للمنظومة من جهة وضرورة تقليص النفقات التشغيلية من جهة أخرى. ورغم أن التخصيص المالي لهذا الموسم لم يكن أصلا يوازي حجم التطوير وما أنفقناه لتحديث المعدات، إلا أننا قبلنا على مضض أملا في إنصافنا الموسم القادم، ومع ذلك وحتى هذه اللحظة لم نستلم أي مبلغ، مما جعل استمرار العمل في ظل هذه الظروف بالغ الصعوبة. رفع مستوى الإنتاج وزيادة عدد الكاميرات واستحداث فار يتطلب منا توظيف مئات الكوادر، فبالمباراة الواحدة تحتاج إلى أكثر من 60 مهندسا ومخرجا ومصورا وتقنيا، ومع وجود 10 مباريات في الجولة خلال 3 أيام نجد أنفسنا مطالبين بإدارة 600 موظف وتأمين إقامتهم وتنقلاتهم وإطعامهم، كل ذلك على مدار 20 جولة. فتصوروا حجم الأموال المطلوبة فقط لاستمرار التنفيذ، دون أن ننسى هؤلاء الجنود المجهولين الذين لم يستلموا أجورهم بعد، ومع ذلك يواصلون العمل بصبر وإصرار لأنهم يؤمنون مثلنا بأن بلدنا يستحق. تحملنا تنفيذ معظم مباريات الموسم بقروض مرهقة، لكن الاستمرار بهذا الشكل لم يعد ممكنا. لقد بذلنا كل ما بوسعنا، لكننا اليوم أمام واقع يفوق قدرتنا على تحمله. هذا القرار لم يكن سهلا أبدا، لكنه أصبح واقعا مفروضا في ظل العجز المالي الذي نمر به، وقد يصل الأمر إلى توقف النقل التلفزيوني بالكامل في أي لحظة إلى آخر هذا البيان. وهذا يجعلنا أمام حقيقة كبرى قد لا يتفاجأ منها جمهورنا الكروي الكبير، فهناك عجز مالي لتغطية نفقات النقل التلفزيوني، وهناك مشكلة وعجز مالي في تغطية الفار، وهناك عجز مالي في تغطية أجور الحكام، وهناك عجز مالي وهناك وهناك وهناك. أستمع مباشرة عبر الصوت بالاتصال مع الأستاذ محمد هيجل مدير شركة